الو. ايوه نبيله. صباح الخير. لا انا مش جاي النهارده. لا تعبان شويه. لا دكتور ايه؟ لا مفيش داعي. لا بس مرهق شويه. لا ما تتخضيش. طيب لو في اي حاجه بيتصل بيا، انا موجود في البيت. مع السلامه. ملف الأستاذ يا ست هانم. إيه يا ست الأستاذة؟ ملف حضرتك اهو. اتفضل خده وروح لمكتب تاني. انا ما قلتش حاجه يا استاذه. كل الحكايه إن انا خفت لا تاخري. يا استاذ انا فاهمه شغلي كويس وعارفه المسؤوليه اللي في رقبتي. طب خلاص ملوش لزوم الزعل. يا استاذ خد الملف بتاعك وروح مكتب تاني، انا مش عاوزه القضيه دي خالص. ارجوكي. انا صحيح اتسرعت لما قلت اسحب القضيه من الوكيل، لكن غصب عني. لما تحب تسحب القضيه تسحبها مني انا مش من الوكيل. حاضر خلاص بقى غلطه. عنك يا فندم، عنك، أنا هشيلك. قضيتك يوم 12/12. ماشي كلامك، على اذنك. مع السلامة. تذكر 12/12 تاريخ هام في حياتك. أوكي. السلام. دخلهم لي واحد واحد اما نشوف. حسب الأقدمية ولا بالقرعة؟ فورا. الو استاذ محمود، انا نبيله. ازاي صحة حضرتك دلوقتي؟ الحمد لله. لا 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 لا، بتكلم من البيت. ايوه عندنا تليفون. انا اسفه اللي بكلم حضرتك في وقت متاخر زي ده. تصبح على خير. ده انا عارفه يا حبيبتي انه ده اصله عيان. بعد الشر يا اختي، ماله كفى الله الشر. مرهق من الشغل. لا الواجب تسالي عليه يا نبيله يا بنتي. ومش قادره تستني لحد ما تشوفيه بكره في المكتب، مش كده؟ لا اصل هو المفروض ان انا يعني اسال عنه. ما تطلبي ايده يا اختي. نعم. اطلب ايه؟ اصلي حبيبتي لاحظت اول ما بتيجي سيره الاستاذ محمود قلبك بيرفرف وعينيك بتبرق. تحبه؟ بالظبط. ايوه ماما بحبه. يا اختي قوليها وانطقي وريحي قلبي. اريح قلبك ازاي بس اذا كنت انا بس اللي بحبه؟ انت يا بنت اتهبلتي، انت عايزه بنات اسكندريه يحبوه معاكي. لا 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 لا، انا اقصد ان حبه من طرف واحد، من ناحيتي انا. لكن هو نبيله محمود بيحبك. وعرفتي منين؟ هو اللي انت يا بنت هتحققي معايا. الله، ايه اللي عرفتي منين؟ مش انت بتحكي له كل اللي بيحصل لك في المكتب يا حبيبتي؟ والله ما انا عارفه. ساعات بحس بانه بيحبني وساعات. ايه بيعاملك وحش؟ لا 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 لا، عادي زي اي موظفه. ده لما نكون وسط الموظفين، انما بيني وبينه بحس انه حنين رقيق، لكن عينيه فيها حزن. عينيه؟ لا 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 لا، ده احنا وصلنا لعينيها اهو. مع الف سلامه. لسه برضه وراكي شغل؟ ايوه. يعني اروح انا؟ وانت من امتى بتستني معايا؟ لا انا قلت يمكن تحتاجي مساعده ولا حاجه. لا متشكره قوي. طيب سلام. مع الف سلامه. الو استاذ محمود، حضرتك ما جيتش ليه النهارده؟
لسه تعبان؟ الحمد لله بالسلامة. أيوة بس أنا ورايا شغل كتير. طيب حاضر حاضر. فين المطعم ده؟ طب ثانية واحدة لما أكتب. شارع سعد زغلول، مطعم. حاضر. تحب أجيب لحضرتك الشغل معايا؟ طيب حاضر. بلاش. حاضر. مسافة السكة وأكون عند حضرتك ربع ساعة. مع السلامة. اهلا يا نبيل. أنا آسفة اتأخرت عليك. 5 دقايق. خير، خضتني. طب اقعدي الاول. اه. تتغدي ايه؟ هو حضرتك عازمني على الغدا؟ ايه في مانع؟ لا مفيش. كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. نسيت. اتفضل. ايه ده؟ مفتاح مكتبك. لا المفتاح ده هيفضل معاكي. انا معايا مفتاح غيره. بصراحة انا كنت محتاج حد اثق فيه. ياه، ده أنا؟ مالك؟ لا يعني مش شايف إن ثقتك فيا جت بسرعة شوية؟ عشان لسه متعينة جديد يعني؟ أيوه. انت مستغربة على الثقة اللي جت بسرعة. امال هتقولي ايه لما نتكلم في الاهم؟ هو في أهم من ثقتك فيا؟ ايوه. اللي لو الثقة دي مش موجودة يبقى هو ما ينفعش. هو إيه ده اللي ما ينفعش؟ الجواز يا نبيلة. هو الغدا هنا؟ نبيلة نعم. انا عايز اتجوزك. مالك؟ لا أبدا. أنت ما تعرفنيش كويس، ما تعرفش حاجة عني. انت كمان ما تعرفينيش كويس وما تعرفيش حاجة عني. أنت مش شايف إنك اتسرعت في الطلب ده؟ لو ناوية ترفضي يبقى انا اتسرعت فعلا. ما افتكرش إني ممكن أرفضك. أنا مش شايفة فيك حاجة وحشة. أنت شاب وغني، المستقبل قدامك مفتوح. يعني موافقة؟ لازم تعرف عني حاجات كتير، أولها والدي. الله يسامحه لو كان عايش، والله يرحمه لو كان ميت. قولي يا نبيلة، قولي وانا هسمعك كويس. هتاخد كلامي ثقة؟ هتصدقني يعني؟ يعني انتوا دلوقتي ما تعرفوش اي حاجة عنه؟ مرة واحدة بعت ياخد أوراقه من مكتبه. الكلام ده من حوالي 3 سنين. يعني قريب؟ أيوه. أدي حكاية والدي وجوزي. وانا مش عايزة تعرفي حاجة عني؟ أنا سمعت عنك كلام كتير. منين؟ كلام من الموظفين. زي ايه؟ إنك عشت طول عمرك في الأردن ورجعت عملت الشركة. بس كده؟ أيوه. يعني ما حدش قالك انا سبت مصر ليه؟ لا، لكن ممكن أسأل أنا؟ ممكن. انا سبت مصر بعد والدي ووالدتي ما توفوا. رحت الاردن، عشت عند عمتي وجوزها.
وهدى اختي فضلت هنا مع خالي ومراته. كنا صغيرين، الصدمه كانت شديده علينا. مالك؟ لا مفيش، عن اذنك دقيقه واحده. مهما حاولت تبعدي يا ولد مش هنستغنى عن بعض. محمود اقعد. لا انت اللي هتقعدي معانا، تعالي. انتي تعالي بس الاول. نبيلة سكرتيرتي. اهلا وسهلا. هدى اختي. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلي. نبيلة سكرتيرتي وتقريبا خطيبتي. يعني ايه تقريبا؟ يعني لسه بعرض عليها الجواز. وانتي ايه رايك؟ انا موافقه، بس على الله هو اللي يوافق بعد ما عرف كل حاجه عني. ده انتي بتحبيه بقى. تعرف يا محمود، انا اول مره افرح من يوم ما رجعت من الاردن. تتغدي ايه؟ يعني المره دي ما قلتليش اتفضل؟ بعد اللي قلناه واتفقنا عليه النهارده ما اقدرش اقول لك اتفضل. ليه؟ لان المفروض تطلع من غير ما اقول لك عشان تطلبني من ماما. تفتكري ماما هتوافق؟ ماما موافقه من قبل ما تشوفك. ازاي؟ من كتر ما كلمتها عنك قالت لي اطلبي ايده. كده الواحد يطلع بقى وهو قلبه مطمن. ها؟ مم. يلا اتفضل. يلا. مساء الخير يا استاذ. بعد اذن حضرتك انا عايز اروح، ولا سيادتك محتاجه حاجه؟ خلاص خلصت الدوسيات والملفات؟ يا فندم كله تمام، بس بس ايه مالك؟ اصل بنتي دخلت المستشفى يا فندم امتى؟ من 5 ايام. الله، امال ما قلتليش ليه لما رجعت من مصر؟ اصل الحال شغال والحمد لله هنا وقلت اصلك انت راجل مخك ده لوحده متركب شمال غريب. شمال يا فندم. هي وانت داخله المستشفى اوضه 15 شمال. مستشفى ايه؟ المواساة. عندها ايه؟ المواساة الأعور. ايه؟ المسران الأعور. طب خد امسك. فلوس؟ الله، انت بتعيط ليه دلوقتي انت صغير؟ لا الفلوس صغيرين. مستقليهم. طب يلا اخويا هنروح مع بعض المستشفى. فورا يا فندم. اهلا ورحمة. اتفضلي. محمود موجود؟ في مكتبه، اتفضلي. هدى، اهلا يا هدى. بقالك 3 أسابيع محدش يعرف عنك حاجة، قلت أجي أشوفك. معلش اعذريني يا هدى، ملخوم والله. طب طمني عملت إيه؟ نبيلة يعني؟ طبعا. خلاص اطمني يا ستي، الفرح يوم الخميس. إيه ده؟ ما كنتش هتقولي؟ معقولة برضه يا هدى؟ وانا ليا حد غيرك؟ ليك. وعلى فكرة بقى أنت لا عندك لا ذوق ولا دم. الله الله الله، ايه ده بقى؟ ليه؟ الحاج رضوان جده يا محمود، أنت في حاجة مزعلاك منه؟ لا ابدا. ده أنت ما سألتنيش عنه ولا مرة من يوم ما جيت، غير مرة واحدة. ليه يا محمود؟ انت عارفة يا هدى انا بحب الحاج رضوان قد ايه وبحترمه قد ايه، لكن مش عايز اقابله. ليه؟ زعلك في حاجة؟ لا ابدا، بس بصراحة هدى انا خايف اقابله. خايف اقابله يقلب لي كل موازيني، يهد كل اللي بنيته.
واللي بتعمله ده يا محمود حبك لنبيلة ما غيرش حاجة من اللي في دماغك. الحب أجمل حاجة في الدنيا يا محمود، وخصوصا لما تكملوا بالجواز ويبقى لك بيت وأسرة وولاد. كل ده ما غيرش من أحاسيسك في حاجة، ما غيرش من مشاعرك، من تفكيرك. ادخل. حطينا الدعوات في اللوزر يا فندم. حطهم عندك. مبروك. بيلا مرسي غانم؟ مش ممكن. انت ايه؟ اتعملت من ايه؟ انت وصلت لها ازاي؟ ها؟ اظن هتقولي صدفة. لا يا محمود، دي مش صدفة، دي مؤامرة. ذنبها ايه البنت المسكينة دي؟ ذنبها انها بنت مرسي غانم؟ دي ضحية زي وزيك. ضحية يا محمود، ولا ده ما جاش في تفكيرك؟ لكن انا مش هسكت. انا لازم امنع الجوازة دي، لازم امنعها. هدى، هدى، أرجوك يا هدى، أرجوكي. ترجوني ايه؟ ترجوني اني اسيب كارثة زي دي تتم؟ افهميني الأول. افهم ايه؟ انا كنت فاهمه انك خلاص اتغيرت، هتتجوز وهتستقيم، لكن انت عمرك ما هتتغير يا محمود. أرجوك يا هدى افهميني الأول. مش انا اللي هفهم يا محمود، المسكينه دي اللي لازم تفهم. فاهمه انها هتتجوز راجل يحميها، لكن انت عاوز تقتلها. أنا؟ ألو. أيوة نبيلة. مالك يا محمود؟ صوتك متغير. حصل ايه؟ طمني. تعبان؟ لا 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 لا، هستناك. لا مش هنام. مع السلامة. مالك يا نبيلة حبيبتي؟ مفيش يا ماما. أرجوك يا هدى، اديني فرصة أدافع عن نفسي. أنت محامية وفاهمة وعارفة يعني إيه الإنسان لازم يدافع عن نفسه. اتفضل قولي اللي انت عايزه، بس من غير لف ودوران. حاضر. انت فعلا عندك حق في كل اللي قلتيه. انا دبرت كل حاجه. بعد هواري ما جاب لي عنوان بيت مرسي غانم قررت ان انا اروح لهم. عشان كده كنت عاوز تزيح حواري من سكتك. ايوه، ما كانش عندي استعداد ان في اي انسان ممكن يتدخل ويبوظ اللي انا ببنيه. كمل. رحت لها البيت. الرغبه في الانتقام جوايا كانت اقوى من اي شيء. ما كانش قدامي طريق علشان مرسي غانم يظهر غير ان اتجوز بنته. وفعلا رحت واتقدمت وطلبت ايدها. والدتها قالت لي انها رافضه موضوع الجواز، واقترحت انها لو اشتغلت عندي في الشركه وقربنا من بعض اكتر يمكن تغير رايها. وفعلا جت واشتغلت. وفجاه من غير مقدمات، معرفش ده حصل ازاي، لقيت نفسي بحبها. معقول؟ زي ما بقول لك كده يا هدى. حبيتها فعلا. لقيت فيها حاجة بتشدني. أخلاقها، طباعها، تصرفاتها، كل حاجة فيها كويسة. حبيتها فعلا وقررت إن أنا أتجوزها. المرة دي طلبت إيدها منها هي شخصيا.
صدقيني يا هدى، انا لما طلبت ان انا اتجوزها طلبت عشان بحبها مش عشان انتقم منها، لاني حسيت ان ملهاش ذنب في اللي حصل. حسيت زي انت ما قلتي بالظبط، انها ضحيه زيي وزيك. نبيله كانت صغيره يوم ابوها ما قتل ابويا وامي، ما كانتش تعرف حاجه. الكلام ده من قلبك يا محمود؟ ايوه يا هدى. طب أنا عايزة أسألك سؤال. وجودها قدامك بشكل مستمر مش هيفكرك بابوها؟ مرسي غانم عمري ما هنساه، سواء كانت نبيله قدامي او مش قدامي. ده موضوع قديم ومش ممكن هيتنسي. إجابتك دي تخليني أسألك سؤال تاني. اسألي يا هدى، اسألي وانا هجاوبك بمنتهى الصراحة. افرض مرسي غانم رجع بيته تاني، هتعمل ايه؟ هتقتله؟ هتقتل ابو مراتك؟ هتقتله وتخسر الست اللي انت بتحبها زي ما بتقول؟ مش عارف يا هدى، مش عارف. لا يا محمود، لازم تعرف ولازم تقرر. صعب. سبحان الله. مرسي غانم اللي قتل ابوك وامك، يشاء ربنا انك تحب بنته. هتعمل ايه؟ هتقتله وتخسر حياتك وتخسر الست اللي انت بتحبها وتصدمها فيك. انا مصممه انك تجاوبني على السؤال ده. عارف ليه يا محمود؟ لاني تعبت، عاوزه انام وانا مستريحه. انا من يوم ما رجعت انت من السفر وانا مش عارفه انام، مش عارفه ارتاح من خوفي عليك. جاوب بقى. مش عارف يا هدى، متهيألي هيبقى موقف صعب عليا وعليها. يا محمود، اللي يخلي واحد زيك يحب يخليه يسامح ويشوف مستقبله ويعيش حياته. هدى، ممكن تسيب الامور تمشي زي ما هي ماشيه دلوقتي، يمكن يحصل اللي انت بتتمنيه. صحيح يا محمود؟ صحيح يا هدى. عموما يا محمود، انا هعتبر نفسي مصدقه كل كلمه قلتها لي، لان عندي احساس انك صادق. هروح انام، بس انا صحيالك. القلق اللي جوايا مش ممكن يموت يا محمود. لو حسيت لحظه ان نبيله في خطر مش هستنى ثانيه واحده. انا اللي هقف لك يا محمود، فاهم؟ فاهم يا هدى، فاهم. تصبح على خير. تصبح على خير. على فكره يا محمود، الحاج رضوان راجع يوم الثلاث اللي جاي، يا ريت تبعت له دعوه. من غير ما تقول يا هدى، الدعوه كانت هتوصله حتى لو كان مسافر.
الو، نبيله. ايوه نبيله. نبيله، انا عايز اعترف لك بحاجه. لا، حاجه مهمه قوي لازم تعرفيها قبل ما نتجوز. مش عارف رايك هيكون ايه. لا، النهارده. طيب، انا عندي شويه شغل هعملهم هنا في البيت وافوت عليكم تاني. مع السلامه. يا بنتي ما تقعدي وانت عامله زي الخاله الكدابه رايحه جايه كده. كلام محمود يا ماما قلقني. يا حبيبتي يا عين امك، هو مش قالك في التليفون انه جاي؟ ايوه. خلاص كني بقى وانت خيرتيني كده. خرجت فين من الحجز؟ ايه؟ صعب اننا نخرج من الحجز يا حضرة المستشفى. عملتوا ايه في حيلك؟ عملتوا ايه في حيلك؟ انا خدمك ساكت. تاني ماما تاني ده انا جوه. هاتها كمان جوه. اهلا يا حبيبي. اهلا يا حماتي. لا ما تقوليش يا حماتي، تقولي يا ماما. حاضر يا ماما. خير يا محمود، في ايه؟ قلقتني. وتقلقي ليه؟ طب نقعد الاول. طب اتفضل. اتفضل يا حبيبي. ولو ان اللي هقوله ده ممكن يزعل ماما مني. لا انا مش ممكن ازعل منك ابدا يا محمود. المفروض ان اللي هقوله ده سر بيني وبين ماما، بس لازم تعرفيه يا نبيله. سر بينك وبين ماما؟ انت ما شفتش ماما غير مرتين، مره يوم ما تقدمت لي ومره من اسبوع. الله يكسفك يا محمود، ده انا فاكراك عاقل. في ايه؟ قبل ما تشتغلي عندي في الشركه يا نبيله، انا جيت هنا اتقدمت لك وطلبت ايدك. طلبت ايدي؟ ايوه، وعرفت ان انت رافضه موضوع الجواز ده خالص. اتفقت عليا انت وماما ان اشتغل في شركتك. مظبوط، ومن خلال شغلك في الشركه ممكن تتعرفي عليا وانا اتعرف عليكي. يعني فتره شغلي في شركتك ما كانتش فتره شغل، كانت فتره خطوبه. ممكن تعتبريها كده. هي صحيح كانت مؤامره عليكي، بس الغرض منها كان شريف. عموما انا مش ممكن كنت هتجوزك وانا مخبي عليكي سر زي ده يا نبيله، لان في حاجات صغيره ممكن تضايق لو اتعرفت بعد الجواز، خصوصا لو اتعرفت بالصدفه من حد غيري. اتفقتوا عليا او ما اتفقتوش، انا حبيتك واللي كان كان. يعني مش زعلانه مني؟ بالعكس، انت اثبتت لي دلوقتي انك متمسك بيا. الحمد لله. اما انت يا ماما طلعتي حته ممثله هايله. هو انا ما قلتلكيش يا بنت انا مش كنت هبقى ممثله هايله مع اسماعيل ياسين؟ وبعدين ابوك اعترض. ليه يا ماما؟ غار من اسماعيل ومرات اسماعيل غارت مني. قلت ليه؟ خدتها من قصرها واعتزلت. وبمناسبه الاعتزال، ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب اللي انت عايزه. تسيب الشغل. انا كنت حاسه انك في يوم من الايام هترفدني. لا، بس انا عينتك رئيس مجلس اداره.
ورئيس مجلس الإدارة يرفض لحين تعيين سكرتيرة أخرى. ما تقلقيش دماغك انت بالموضوع ده. يعني إيه؟ يعني السكرتيرات على قفا من يشيل، بس وافق انت. لا، أما اطمن عليك الأول. نبدأ العمل. اتفضل يا فندم، دي المذكرة اللي سيادتك كنت طالباها امبارح. وعلى فكرة الأستاذ فارس اتصل من مصر وبيقول إنه الظاهر هو ده. الو. ايوه ايوه، هي النمره مظبوطه يا فندم. متشكره قوي. ايوه فارس. ايوه يا هدى، الحاج بعت تلغراف بيقولوا انه هيتاخر شويه. ايه؟ لا لا، طب اسمعي يا ست، مش تعبان ولا حاجه، ده هيقعد هناك عشان يعملوا له شويه تحاليل. ايوه صدقيني، يعني انا قلت اتصل بيك قبل ما تحجزي في الديزل. طيب حاضر. على فكره دعوه الفرح وصلت. فرح محمود؟ طب كويس. ايه يا فارس، مش هتيجي؟ طب خلاص ولا يهمك، مادام عندك مذاكره. بقول لك ايه يا فارس، لو اتصل بيك الحاج وقال لك ميعاد وصوله ابقى كلمني، ماشي؟ متشكره قوي يا فارس. طب مع السلامه. واقف كده ليه؟ اتفضل يا فندم، 1000 مليون مبروك. طب يلا روح مكتبك فورا. كنت هقولها. مبسوطة؟ مبسوطة؟ لا، فرحانة. فرحانة قوي يا محمود. وكلمة فرحانة شوية كمان.
وده غلس مين اللي بيرن دلوقتي ده؟ شوف مين. ما نسيبه يرن. لا، رد. حاضر. الو. ايوه هدى. خير. طبعا خير يا محمود. انا بس حبيت افكرك باللي قلته لك، يمكن تكون نسيت ولا حاجه. بقول لك ايه يا محمود، عارف لو نبيله جرالها حاجه انا اللي هقف لك. ماشي؟ عموما ده اللي انا بتمناه. هتروحوا فين بقى؟ طبعا هنسافر. يا ست مش عايزه تسافر. خلاص هنقضي اسبوع في العجمي واسبوع في المنتزه ونرجع. عايزه تكلميها؟ طيب دقيقه واحده. ايوه يا هدى. لا ما تخافيش، محمود في عينيا. حاضر حاضر. ويلا انت كمان بقى، عايزين نفرح فيكي. ان شاء الله. تصبحي على خير. محمود. مالك؟ لا ابدا مفيش، سرحت شويه. في ايه؟ فيكي. مش معقول ده منظر واحد سرحان في عروسته. محمود، عارف يا محمود، النهارده كنت مكسوفه كسوف. ليه؟ من ناس 90% منهم عارفين اني كنت متجوزه قبل كده، واكيد بقى قاعدين يتريقوا عشان لابسه فستان فرح. تفتكر يعني كان ممكن يقترحوا تلبسي ايه يوم فرحك؟ انا عارفه. اكيد بقى بيقولوا كانت اتجوزت كده وخلاص، مأذون و2 شهود وكتامي. على فكره 50% من الستات اللي كانوا موجودين النهارده في الفرح فوق ال50 سنه. لو جات لهم الفرصه انهم يتجوزوا تاني برضه ما كانوش هيختشوا، هيلبسوا فستان فرح وطرحه كمان. تفتكر؟ طبعا. بقول لك حاجه كمان، كل الغرب اللي كانوا موجودين في الفرح النهارده زمانهم بيتريقوا ومش عاجبهم الفرح. فرحنا الكبير قوي ده. طبعا. زمانهم بيقولوا ايه لازمتها الفلوس اللي صرفوها دي كلها، ما كانوا شالوا القرشين دول للزمن. صحيح، ليه ما عملناش كده؟ عارفه كانوا هيقولوا ايه؟ كانوا برضو هيقولوا؟ طبعا كانوا هيقولوا معقول واحد غني زي محمود سليمان يتجوز كده من غير فرح؟ اخس. نبيلة، محدش بيسيب حد في حاله، ولو ايدنا صوابعنا ال10 شمع برضه مش هنعجب. محمود، تيجي نغير هدومنا ونخرج نسهر في اي حته؟ نفسي اسهر النهارده. مش خايفة من كلام الناس؟ والناس هتقول ايه بقى لو خرجنا؟ هيقولوا تصوروا خرجت مع عريسها. صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. انت ايه اللي اخرك؟ ظروف قهرية غير طبيعية اضطرارية وقانونية، العربية ما جاتش. اتفضل اقعد. خد دول. خدتهم يا فندم. بتوع ايه دول؟ خليهم معاك. يا فندم مش للدرجة دي، أبقى متأخر وتديني كمان فلوس. مش ليك يا عرفان. كارثة. أمال دول بتوع ايه يا فندم؟ أعمل بيهم ايه؟ هكلفك بمهمة رسمية لمدة 15 يوم. تعتبر نفسك مسافر من دلوقتي لغاية ما ترجع، وتفهمهم كده في البيت. 15 يوم؟ مش هشوف ولادي 15 يوم؟ طب مين هيأكلهم؟
ده اذا ما كانش عند سيادتك مانع. لا يا فندم، انا تحت امرك فورا من دلوقتي. بس بالتفصيل، ايه المأمورية يا فندم؟ هعمل ايه؟ هتراقب محمود ومراته. مين؟ هتراقب محمود ومراته نبيلة. محمود ده اخو حضرتك؟ امال يعني اخو حضرتك؟ بص يا عرفان، ايوه يا فندم. بعد نص ساعة بالظبط هيخرجوا من البيت، يتجهوا فورا على المنتزه، هيقعدوا هناك اسبوع. بعد كده هيتجهوا للعجمي، هيقعدوا هناك كمان اسبوع. انت بقى خلال الفترة دي هتراقبهم ليل نهار. صح، ليل نهار. بس لا مؤاخذة يا فندم، طب بالنهار معقولة، انما بالليل يا عرفان، انت هتراقبهم طول النهار، اما بالليل هتوصلهم لغاية باب البيت، بعد كده هتروح. لحد الباب. طب ليه يا فندم كل ده؟ خير، حصل خير. احكي لي يا فندم، قولي لي ليه طيب؟ مش شغلك يا عرفان. انت هتنفذ اللي انا بقولك عليه بالحرف الواحد. هتكتب لي كل حركة، كل صغيرة وكبيرة، وتجيبها لي هنا لما ترجع ان شاء الله. طيب يا فندم، بعد اذن حضرتك سؤال افتراضي هام في هذه المأمورية. ولنفرض كذا ان الفلوس خلصت. ماذا؟ يا عرفان، معقولة هتخلص 50 جنيه في اسبوع؟ ومع ذلك لو خلصوا بقى كلمني في التليفون. طب هدفع ثمن المكالمة منين اذا كان الفلوس خلصت؟ معلش، انا فورا هبدأ المأمورية، انا ماشي. بقول لك ايه، اوعى اوعى محمود يحس بيك او يشوفك. يحس بيا او يشوفني؟ عيب، ده انا عرفان القلعبان، ده انا في المراقبات تخصص في الحركات، فطاط ونطاط في جميع الجهات. بعد اذن سيادتك اوصل لحد البيت، افط اجيب هدوم التنكر وابدا المأمورية. طب يا نطاط يا فطاط ما تتأخرش، اوعى بقى تروح تنسى نفسك هناك. لا، 10 دقايق بالكتير، وبعدها فورا هلبد على باب فيلته لحد ما يخرج هو وحرمته. طب يلا مع السلامة. ايه في ايه تاني؟ صعبان عليا الارهاق اللي هيجي لحضرتك وكتر العمل، هتتصرفي ازاي من غير الدينامو بتاعك؟ ما تقلقش يا سيدنا، هتصرف. مع السلامة بقى. فورا.